الفويس النهاردة بقى هو فويس تحفيزي. انا شخصيا محتاجة جدا، وقلت احاول افيدكم معايا وانا بكلم نفسي بصوت عالي. كالعادة يعني انا بحب اشارككم افكاري، وهدفي اننا نساعد بعض ان احنا نبقى اسعد ونعيش حياة ابسط. هبتدي النهاردة بجملة مهمة جدا، وهي نقطة ومن اول السطر. انا دايما بؤمن جدا ان مفيش حاجة اسمها الموضوع متأخر او it's too late. بؤمن جدا ان احنا لما بنمسك المشكلة بنقف ونقول خلاص هنحلها دلوقتي، فمفيش حاجة ابدا ابدا ملهاش حل. اوقات بنحس يا جماعة اننا محبطين قوي وحياتنا واقفة ومش قادرين نواجه صعوبات الحياة ولا التحديات اللي حوالينا، وعمالة تزيد وتضغط اكتر 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 علينا. هنا بنحتاج نعمل شوية حاجات يا جماعة مهمة جدا هقولكوا عليها حالا. اول حاجة ممكن نلجأ لحاجة اسمها توكيدات. التوكيدات دي يا جماعة مهمة جدا. ايه التوكيدات دي يا هبة؟ دي جمل ايجابية بقولها لنفسي اول ما بصحى من النوم وقبل ما بنام بالليل. بتساعدني ان انا ابرمج عقلي الباطن انه يحس بتفاؤل وايجابية وان في امل في الحياة. زي جملة مثلا ايه، انا مبسوطة، انا سعيدة، انا ناجحة، وهكذا. بقى انت بتحطي وراها او بتحط وراها اي جملة ايجابية بالفعل المضارع انت حاسسها عايز تقولها لنفسك عشان تشجعها. تاني حاجة ومهمة جدا جدا، الأذكار. الأذكار يا جماعة بتفرق كتير جدا جدا نفسيا، إنها بتقربك من ربنا، إنها بتهدي نفسيتك وروحك، بيكون في شوية روحانيات بتخليك تفكر برضا أكتر، بتخليك تحس إن في أمل أكتر. الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. تالت حاجة، عايزين نرجع نحط أهداف تاني ولو حتى صغيرة قوي لنفسنا، ونشتغل عليها ونشتغل على تحقيقها.